يا منة منة شنو بتكورك مالك؟ أنا لا أعرف. أنت ليه ما يعني؟ أنا مالي شنو ناقص فيني عشان ما يعرفيني؟ كويس إنكم كلكم كده اتلميتوا. يلا تعالوا أوريكم ديالة ما بتمنى. ديالة بتميتي وأمها حية واسمها السمونة. ميت أخوي زمان عرسها وبعد ما ولدت غشاها وسجنها. والشهادة دي بتثبت كلامي ده كله يا منة. يعني ديانة قاعدة جوا دي ما بتمنى بالسمونة، وسمونة ذاتها ما عارفة إنه عندها بيت حية، لكن آمن حيوية. أنا حرق قلبك يا منة زي ما حرقت قلبي. مافيا اجدع الحيوان ده برا. حربي جيب لي من الورقه دي. يعني ليه انتوا اتفضلوا كلكم. يا سيام سيام يا سيام يا متولي اديني مويه اشرب عطشان. خلي هبه تجيبها لك. هبه منو؟ هبه منو؟ احينا بتعرفها كويس زي جوع بطنك يا عجوز بتاع القرنبس. انا غلطت ربنا جازاني زي ما شايفه. والله حسابك مع ربنا دي حاجة، لكن حسابك معايا أنا دي حاجة تانية، ولسه يا ما هتشوف. وانت عارف الموية وين؟ ما أظنك نسيت صح؟ قوم قوم. شايف الموية وين؟ هديك الموية. يلا كده قوم كان تقدر. انا بقيت انسان مقعد وذو احتياجات خاصة، مفروض تعذريني. والله كان عليه المفروض كان قلت لك طلقني يا متولي، لكن أنا كان ما هربت كبدتك ما برتاح. انت يا متولي خنتني من وراي، لكن انا هخونك قدامك وانت قاعد وحتعاين لي وما حتقدر تعمل حاجة. قال جيب لي موية، قال تشرب المر. اقعد عطشان كده بس. انت اللغة اللي قلتها جوا دي جبتها من وين؟ جمال وراني كل حاجة، ومن دي لو ما عرستها ما برتاح. انا بخليك تعرسها، لكن برضو لازم تساعد نفسك. كيف يعني؟ فيد واستفيد. طيب أنا موافق. إنت دايش شنو؟ الداير منك انا ممكن اطلع منك بس، لكن انا عارف اللطل في راسك دي بتقول لك النوم بس. عشان كده همش وانا بكره بلاقيك. طيب أنا هسه عايز أخش جوا لا ينوم.
جودي انت ما بتلاقيها. نشوف لك اي حته بيت فيها. انا ما عندي غير بيت مجد اخوي ده، ما يريد زول. انا بيت وين؟ انا بيت وين؟ دي تفاصيلك ما تفاصيلي، وحاقول لك ان قلت لغيرك كتير. لو اتقدمت لقدام خطوة بشرطك يا بطة. ماشي امشي. اطلع. كده افتحي الباب ده. اطلع وما حعيد طيب تاني. خلاص. ليه يا مجدي؟ دي هتطلع بنتك وأمها حية وتقول لي أمها وأبوها ميتين؟ ودي من أمها اللي تكلم عنها من دي، ولا عارفة إنه دي على حية؟ دي اللي بنتي أنا وحقتي أنا، وما بفكها ينشنو داك، مش كان أمها حية؟ يعني ده كان عوض ربنا لي. أنا اللي اتبنيتها، أنا اللي ربيتها، وأنا اللي بستحقها. ليه عملتي تسوي فيني كده؟ ليه تسوي فيني كده؟ لا هاي مريحني ولا ميت مريحني. يلا ده شنو الجاني ده؟ ليه يا مجدي سويت فيني كده ليه؟ يا الله يا الله. افتح الباب يا منى، منى افتح الباب يا منى، افتح الباب يا منى، منى افتح الباب ده يا منى. ما فاتحة يا امي، خلوني براي، خلوني براي. لا حول. يا ابن عمي الشغل ده ما كتم بيه كله، شكلها منا دي حتطردنا كلنا وتسب انت وتهرب. سمونا عبد الحفيظ السيد. ده شنو ده؟ دي المرة المكتوب اسمها في الشهادة، شفته اللي هديهم ديال الحقيقية. يبقى السؤال يا نور، سمونا دي وين؟ سمونا دي ذاتها منو؟ وليه جدع بيتها؟ والله يا حربي انا راسي ده جاي اكتر منك يا اخي. انا قاعد في الفيلا دي لي سنين، يوم واحد ما فكرت انه الديالة دي ما بيتمنى. نفرض انه سمونا دي جابت البنت بالحرام جدعتها، ده خليه بقى جنبها يا نور. تمنى دي ما بتلد ولا شنو؟ وليه ديالة معاه وهي ما بنتها؟ دي ما دار سؤال، اكيد ديالة متبنية. لا لا يا نور، ما بتبنيها. انا الشهادة شفتها مكتوب فيها اسمين، مجدي الزين حسب الله
سمونا عبد الحفيظ السيد. لو كانت منا متبنية اسمها ما مكتوب لي. يا اخي والله دي لخبطه شديده خلاص. يا ربي الايام دي داسه لنا شنو؟ والله انا ما عارف تكون بنتها ما تكون بنتها، ما في شي مخيفني الا تقوم تطردنا وكل زول يمشي بيته، وكده انا وتوسل بكون افترقنا. تعال شنو يا منغز المربيات؟ النور علي الله امشي. انا كنت فاكر عمري فوق الريده عمره خلاص انحسم. كملت غواي في حب قديم أليم لو انقسم. في علم يا أخ. ازدهار، أنا داير أقول لك كلام دايرك تكوني عارفاه. قولي. ازدهار سامعاك على قولك. أنا كنت معرس عرفي واتطلقت. شنو؟ سمعتي؟ عرفي؟ عرستي عرفي؟ ليه؟ ليه عملتي كده؟ أنا قصرت معاك بشنو؟ تعرس عرفي؟ الناقصك شنو؟ ما عندك أهل؟ ما عندك عقل؟ رخيصة؟ ده شنو؟ ده شنو؟ ده شنو اللي جبت لي ده؟ ده شنو؟ عرست عرفي بسببكم، عشان ارتاح من التعب والشقا والألم اللي كنت معيشاني لو يا ازدهار، عشان أبوي اتطفش وخلانا، عشان أقدر أصرف عليكم، عشان أقدر أعيشكم. أنا ما داير أتكلم عن تقصيرك فيني. نفرض كلامك ده كله صح وانا غلطانه في اي شيء، عرسي زيك وزي بنات الناس، وعرسي بالدس ليه؟ وعرسي بالدس ليه؟ أوريك أنا معرسة بالدس ليه؟ لأني عندي أم المفروض تكون قدوة لي، كانت مصاحبة لها شافع بتسافر معاه، تخليني أنا شافع براي في البيت. انت قايلة لي ما كنت عارفة، قايلة لي ما كنت عارفة بتسافري وين ومع منو؟ الفي وانا السبب الاول انت يا ازدهار. انا الغدة دي جاتني بسبب الكتمان، بسبب اني بكتم. ما عندك الحق تتكلمي معي ولا كلمة، ولا كلمة ما بتتكلمي معي. انا خير منك، عملت الحاجة دي بورق، انت عملتيها من غير ورق. أنا في فترة من الفترات كنت مجروحة مكسورة مضغوطة، عشت نفسيات وضغوطات أكبر منكم ومني ما حسستكم بيها، ما عيشتكم ليه بدل ما تكون أحسن مني.
تعملي زيي؟ انا ما زيك، انا عرست بورق، لكن انت عمتي ساي. انا ما اقدر اقول كلام شين. انا جيت وريتك بس عشان تكوني عارفة، لو يوم من الايام الدنيا دي شالتني ما تكوني ما عارفة عني شي. يا ريتني ما عرفتها، يا ريتك ما وريتي، يا ريتني ما عشت اللحظة دي. الله يسامحك، الله يسامحك. كسرت قلبي، كسرت قلبي، فضحتيني، جرحتيني، أذيتيني. عايزة منك حاجة واحدة بس، هبة أختك اللي عملتيه ده ما تقولي ليها، ممكن؟ طمني. هبة دي انا دايرة انضف زول في الدنيا دي، ما دايرة تتلوث، دايرة تكون احسن مني ومنك، عايزة تكون احسن واحدة في الدنيا دي. جبتي منه أولاد؟ لا ما أعرف. أحسن يكون فيه كويس إنها وقعت على كده. أنا ماشية برا، دايرين حاجة. حاجة؟ حاجة شنو؟ حاجة شنو بعد اللي عملتيه ده؟ حاجة شنو بعد اللي قلتيه لي ده؟ حاجة ما داير منك حاجة. اطلعي، اطلعي امشي برا. اطلعي، اطلعي امشي برا. مني يا بنتي كله بالرواقة بي، بس عليكي الله أهدي. وشنو اللي هداهم؟ انت عارفة يعني شنو ديالة أمها تطلع حية؟ عارفة، بس روقي، خليك من ديالة. يجي طلع معرس، يجي طلع معرس فيني بالدس. انت يا منى ليه اصلا دسيتي من مين اساسا؟ ديالة ما بدك، ما عايز زي زول يديها نظرة معاها، ما عايز زي زول يعرف انه انا متبنيها اصلا. انت اصلا اتبنيتيها ليه؟ عشان ما بلد يا امي، عشان انا عندي مشكلة وما بلد. مشيت لكل الدكاترة في العالم عشان يكون عندي بيت لازم اتبنى كده، فهمتي؟ اهدي يا ماما اهدي، كتار اللي عندهم نفس مشكلتك دي، ما عيب انك تتبني. وانا انبسطت منك جدا انك انت ما وريتيني انه ديالة ما بدك، عشان ما في زول يحسس ديالة انها لا لا يا امي، ديالة ست الناس كلهم متاج راسهم، هتنطقي الكلمة دي. طيب بس عايز تسوي شنو؟ ما هعمل اي حاجة. امها دي لو جاتني بالشرطة انا ما بدي عليها، انا ما في قوة في الدنيا بتفرقني من ديالة. ما في حاجة ان شاء الله بتفرقكم يا بنتي. عرفتي ليه انا بكره مجدي؟ عرفتي انه احقر انسان في الدنيا؟ اذكر محاسن موتاكم يا منى. محاسن؟ وين المحاسن اللي اذكرها؟ مجدي طلع معرس، اودي وشي وين انا؟
امها دي لو جات اقبل ودي وشي وين واقول لها شنو؟ ما بتجيكي والا كان جاتك زمان. روقي يا منى بك الله يرضى عليكي. روقي. سيد آمن، سيد آمن. فدوى كيف؟ كنت بايت هنا ولا شنو؟ والله كان عندي شغل خلصته متأخر، اضطريت بيت هنا. طيب أنا عايزة أتكلم معاك. خير تفضلي. أنا موافقة. موافقة على شنو؟ إنه نكون مع بعض. سلام يا أخي، أخيرا يا حلوة، تعبتيني جدا يا أخي. بس عندي شرط. أها. معتزل لي على الشغل. ده شرط أنا لا يمكن أقبله. خلاص انسى ولا كأني قلت حاجة. فدوى ما تعقد الأمور، خلينا نتفاهم. خلاص معتذر يرجع الشغل واضمن رجوعه ويتعمل له عقد جديد لمدة 5 سنة فيه شرط جزائي 100 مليار للبخل. وليه قدر ده؟ عشان ما تغدر بي يا آمن. وأنا شنو اللي بيخليني أضمن إنك ما تغدري بي؟ أنا ما عايزة منك حاجة عشان لو لقيتها أخليك. أنت اللي عايز، ممكن تخليني؟ خير يا زولا. اتفقنا. تبي جيتيني أنا في الشركة يا منى؟ والله انتهيت يا آمين. هتوصل الكوارث بتاعت مبارك دي شنو؟ ما تتشاكل مع منو؟ ما في حاجة حبيبتي، دي مشاكل حقت ناس كبار. بعدين يا دولي حبيبتي انت مش كنتي نايمة؟ اي لكن صحتني كوارث ماما وعمو آمن. مو آمن يعني أم عم السواد والرماد. ديانا هي عقارة. عشان ما تعلمت بدي الكلامات دي. ديانا ما عارفة الحالة، لا عارفة تيت، لا عارفة النخالة، لا عارفة أمس الفيلا كانت حالتها حالة. والله أحسن لك يا حال، عشان بدي أديك كف اسكت. وفي شي تاني يسكت عليه بعد اللي قالوا آمن أمس؟ يلا اطلع العبي برا. تعبير؟ البنت دي ما صغيرة، ما ممكن تفهم. مصيرة تفهم. والله منها خطافة الشفع. رجع البيت لأمها يا أخي. ما تستبغى الأحداث، ما نعرف الحاصل شنو. عشان كده أنا أقول ديالة دي ما بتشبه منا. ديالة لونها فاتح، لا مجدي لا منا لونه فاتح. إذن أم ديالة مزة. استغفر الله، انت ده اللي هميك في الموضوع مزة وما مزة. يا اخي الموضوع اكبر من كده بكتير. تعرف انا شاغل بالي ده حاجة واحدة بس، لو ديالة بتمجدي جد جد جابر منا ليه؟ امها وين؟ وجدعتها ليه؟ ده فيلم هندي والله. الله يستر كمان ما تطلعي انتي اخت النور عشان بعدين تكوني عرست يا اخوك. النور ان شاء الله يوم المكلين فيه. غير عرسني قام مالي جنيت ولا غبيت؟ زي كده سخيف. ودي كل الحكاية يا مافيا. يعني هي جابت البيت وشالها منا. هاي شالها جمال وطلع بيها، هي كان الشي فيها غمرانة، وقالوا لي يا أخي الولد طلع ميت. ما كانت عارفة إنها بنت، هي لا ولد. طيب عشان ما نصرف عربي كده أنا شلت منك اللغة الدايرة. إنت لغتك شنو؟ أنا داير منها بس. والبت دي الله عندك فيها رأي؟ ده ما موضوعي، البنت تحرق تغرق ما شغلت فيها. طيب انت الزول اللي انت دايرة دي بتعرفها ولا شفتها بالشايفة دي قبل كده؟ يا ريت كان تهديدي طلع حقيقي ومنه وافقت تعريسها عشان ما تفقد ديالها.
اللي انت ما عارفه انا عارف الزول اللي انت دايره دي وين. طيب وريني محلها وين؟ مافيا ما بيعمل حاجة زي عمل الخير ده عنده ناس وانا ما من ناس. طيب انت داير شنو؟ مكانك كلفك 100,000 دولار. ده مبلغ كتير لكن كتيرة قعدتي معاك. طب اديني فرصة افكر. كل ما اتأخرت كل ما الجرجير زاد، ومافيا كل يوم بتفكير جديد. طيب انا موافق، بس اديني فرصة الم لك المبلغ ده لانه كبير شديد. لو ليه يا فدوى عملت كده؟ مين اللي قال لك انا موافق انك انت تعملي كده؟ يا بيبي يعني انت مفتكر انه هو ممكن يلمس شعري مني؟ ده كلام هوا ساي. بكره انت ترجع الشغل وحبلغ فيه وانه استغلاني. برضه كان تكلميني لكن يا فدوى ما تخاف، حبيبتك ب100 راجل ما بيجيها شيء. فدوى تاني ما تعملي حاجة من وراي، فاهمة الكلام ده؟ أنا قادر أحل مشاكلي كلها. انا عارفاك قدرة وسيد الرجال، لكن برضو انا عايزة اقف معاك اللي بقدر عليه. فدوى أنا المفروض أحل لك مشاكلك ما أنتي. اصبر يا ما حتحلحل وحتحلحل، بس كده روق دمك كمل العصير. تمام. انت آمن ده جاب المعلومات دي من وين؟ انت عربي مهتم بالموضوع ده كده ليه؟ يا اخي مالك ومالهم يا اخي، اشتغل شغلك وتخارج. ديالة دي بنت منا، بنت سعاد، بنت انا ذاتي، يا اخي ان شاء الله تكون بنت حسنين. مالك ومالهم يا اخي، كل عيشك بس. قبل الليلة أنا قلت لك ديالة دي زي بنتي، وأنا حاسس إنه ورا الموضوع ده في قصة طويلة يا نور. كيف؟ أوريك. آمن دامس لما فك اللغم أنا كنت بعاين لردود أفعال الناس دي كلها، لفت نظري رد فعل مافيا كان غريب وما قدر يدس ردة فعله. طيب ده ماشي طبيعي اصلا، الموضوع بيخلع. لا ماشي طبيعي. مافيا بيعرف الفيلا دي من وين، مش جبع دي. بيعرف مجدي من وين وبيعرف منا من وين. ده كله خليك وانبرا. آمن لما قال اسم سمونة أنا عاينت له مافيا في عيوني، كان واضح إنه بيعرف البيت دي وشديد كمان. وده يعني شنو؟ يعني نظرتي فيه ما خابت، وأنا لما اتغدرت دي كانت قصة مدروسة عشان الجرد اللي يخش الفيلا دي. بالمناسبة موضوع سمونة وديالة الزول ده طرف فيه، بس كيف وليه ده اللي أنا داري أعرفه. ولعلمك الشيء اللي موقفني إنها ودي الطيرة ده أنا داري أعرف وراه في شنو. والله أنا شايف يا حربي لو خليت اهتمامك بشغلك أحسن، وابعد من القصص دي، وابعد من توسل. النور تاني كان قلت لي توسل دي أنا بصنفرك عليك الله مالك يا أخي. غيرت ولا شنو؟ ما دايرني أقول لك اسمه حاجة دي زعلتك؟ النور امشي من هنا الله يرضى عليك، امشي. والله أنا عوارتك دي بس اللي مصبراني عليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده كلام شنو منا ده؟ والله أنا ذاتي بعرف. أنا كده آداب الحقائق. أسألك سؤال. أسأل يا بيزا. أنت لو محل اللي اسمها سمونة دي إحساسك شنو؟ وبدك هاجروا بيها؟ أنا منا وما محل أي زول. بعدين سمونة دي كان خلاص كده يعني، وين كانت ال9 سنين اللي فاتت؟ أنت عارفة ظروفها شنو ولا هنو ولا قصتها شنو أصلاً؟ ما عارفة وما عايزة أعرف. أنا كل اللي عارفاه إنه ديالة حقتي فاهمة؟ يا أختي أنا ذنبي شنو؟ ومالي حاسة؟ خدي في بالك يا منى، أنت لو هاجرتي بالبيت دي ربنا عارف وعالم وشايف أنت هاجرتي بها ليه؟ وما بترضيه لروحك ما ترضيه للناس. بعدين أنت عارفة حاسة هي وين؟ ما تستعجلي تشيلي وش القباحة ساياخ، يمكن ميتة. بشوفك بتنصحي ما يشوف حركاتك وخفتك مع حربي.
عليك الله بالله ما تنصحيني تكتر زول داير النصيحة. كتر خيرك ومقبولة منك والله. وعلى فكرة ما تتفشي فيني طيب، وانا جيت هنا عشان اواسيك، ما تهينيني وتذليني يا منة. معلش يا ميساء، أنا والله العظيم ما براي. أنا كل ما أفكر في الحاجة دي أموت في الثانية 1000 مرة. أنا ما متخيلة إن ديالا ما تكون معي. ما تخافي وما تتفائلي شيء، عامل ده سكران ساي بيكون بيهدد فيك، وما دي لو حية كان ظهر الزمان ولا جات بعد ميتة مجدي. الله يستر بس، الله يستر. يلا أنا بمشي وبيك تاني. النور، والله عندي لك خبر سميح سماحة. أبشر. توسل يا نور. قالت لي أنا بحب النور ده حب شديد. قالت لي أنا بعشق التراب اللي بيمشي عليه النور. قالت لي النور ده نور لي حياتي ونور لي قلبي. يا زول ما تركز. أنا لما جيت ما دار لا 2 3 أكيد ما جيت. أنا قال له توسل شنو بدي عليك أنت ما شكل زي الناس ده. حسنين ما تهزر معي تاني هزار زي ده. ده حيوان ولا شنو؟ اسمعني يا أخي، أنا استنتجت لي حاجة من القصة الحاصلة دي. هاول والرف. مجدي ده شكله قتلتهم ديالة اللي اسمها سمونة. طيب يا الفالح، لو قتلتهم ديالة حتى الآن قاعدة معانا ليه؟ ما كان ساقتها ومشت. والله صحي، السؤال ده ما خطر لي في بالي نهاي. لكن اصبر، خليني اقعد امخمخة تمام شفت كده في راسي واحل لكم اللغز ده. تاني ما تهزر معي هزار زي ده. نحن ناس كبار وحاسسنا دي مرهفة. يا اخي بتحبها؟ قبلك ما عرفت الحب ولا راودني في الأحلام. طوام روحي يا أخ. ديالا، أنت بتحبيني شديد صح؟ أكيد يا ماما بحبك شديد. وما في زول في الدنيا دي ممكن يشيلك مني. أكيد. طيب لو قالوا لك إنه ماما دي زولة كعبة هتخليني؟ لا، ماما دي أحسن زول في الدنيا. طيب أنا عايزاك تعرفي ماما إنه أنا بحبك شديد، والله والله ما عندي أغلى منك في الدنيا دي، وممكن أحارب الدنيا دي كلها عشانك. يا ماما أنت ليه بتقولي كده؟ أنا بقول كده ساي يا ماما، بس عايزاكي تعرفي إنه أنا بحبك شديد يا ماما. طيب النور كيف؟ هلد علينا مع نوار. النور ده أسألك الموضوع، انت رايك شنو في اللي بيحصل جوا ده؟ أنا في البيت ده لا أسمع لا أرى لا أتكلم. يا خليك الله اسمعني، والله بجد في حاجة محيراني شديد. شنو؟ انت سعاد دي كيف ما عارفة انه بنتها دي حامل؟ يا اخي فترة الحمل دي 9 شهور، لما تلد دي سنة عديل وهي قاعدة معاه في بيت واحد، كيف ما تعرف بنتها حامل؟ سعاد دي كانت عايشة في أوروبا عمرها كله وجات قبال سنة. عشان كده كده خليك من اللي بيحصل ده كله. انت اخبارك شنو؟ صدق بالله انا غلطانة جيت سألتك. قلبك رغم الطيبة اللي فيه أنا مستغرب كيف تبدل. شفت الحصل عند ناس منا؟ هاي حكى لي الغبي ده يا اخ. مينو؟ آمن. وآمن ليه تقول عنه غبي؟ ويحكي لك ليه؟ لا ما فيش. جمال في شنو؟ ما فيش. شوف أنا حافظاك كويس، من تقعد تردد لي في الكلام كده معناتها قاعد تكذب. في شنو؟ والله بعد آمن فك اللغم ده تاني ما في شيء يتدسى. أيوه ديالا ما بيت منا، بيت زول اسمها سمونة، وأنا ده خطفت البيت بعد ولدها طوالي بتعليمات من مجدي.
سجمي ده كلام شنو ده؟ انت يا جماعه تدخل نفسك في قصص زي دي ليه؟ ده مجدي ده يا اخو دخلني في القصه دي والله. طيب ام البنت فين هسه؟ ام البنت دي اساسا ما عارفه انه عندها بنت، قايلها ولد وهمناها انه مات بعد الولاده. بعد ذاك مجدي خدت لها شوال بتاع بنجو في البيت، بلغنا فيها واتسجنت، لكن عدالة ربنا طلعتها بعد 9 سنوات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي أنتوا مجرمين ولا شنو؟ يا زول ده ما انا، ده مجدي. انا زول في العمليه دي ما عملت شيء غير ما ناولوا لي الدياله وطلعت بيها برا. أنت برضه كده مدان اللي لووب. وين عليك يا ميسة؟ رجلك طلع مجرم. يا مروه تحسك تقدر تفضحينا؟ اسكتي. طيب هسه ما عارفين أنتوا أم البنت وين؟ ما عارفه والله. ظهرت قبال بوتنيك دي باسبوع وكرهته حياته، وانا متاكد 100% انه هي اللي قتلته. بعد ذاك اختفت، ما في ظهور لها. كله يطلع منك يا ولد. الله يستر الله يستر يا جمال. حربي ازيك؟ ليه ما بترد السلام يا حربي؟ انت زعلان مني في حاجة؟ حربي انت ليه نافر مني كده؟ انا ما عايزة منك شي غير انك تبقى اخوي، لو حصلت لي حاجة تحميني. حربي انا ما عندي سند، انا دارك تبقى سندي وغطاي. توسل. الله يرضى عليك اختي هني، والله انا لا ناقصك لا ناقص النور. هسه الزول ده بيجي مارق يشوفك واقفه معاه بيعمل لي موضوع، وانا وحياة الخالق الخلق حربي اخر اهتماماتي في الدنيا دي انت كان النور. فيا اخي الله يرضى عليك امشي. يا اخي اقول لك حاجه، بمشي انا. خايت يا النور، بس الحمد لله باقي لي شوكة حوت لا بتتبلع لا بتفوت، قاعد لي زي العارض بوشك زي النملة ده. كيف؟ متكيف. في جديد؟ في الحي شي براسك. في شنو؟ في وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع، دنيا ظلمك حد وين ما بتدي غير حسرة وجع، وشحت انا وجع السنين خلق الله معاها الطمع، الراجي ربنا ما بخير والسند ربنا ما بقى. يا دروب